ده الجزء التاني من فيلم الجوكر، والجزء الأول كان منتهي إن أرثر اتقبض عليه وهو في المصحة النفسية. فيلمنا بيبدأ بأرثر وهو في مصحة نفسية، والظباط بيجهزوه علشان عنده مقابلة مع المحامية بتاعته، وهم بيجهزوه بيسألوه عندك نكتة جديدة تقولها، وأرثر بيكون متضايق جدا من طريقتهم علشان بيعاملوه كمهرج وبيتنمروا عليه، بس بيسكت ومش بيرد عليهم، وبيحلقوله دقنه باستهتار وبيعوره، وبعد كده بيديله الدواء وبيكون مستسلم للوضع اللي هو فيه، وبياخدوه علشان يودوه للمحامية بتاعته. وهو في الطريق بيشوف بعض من المجرمين النفسيين اللي بيتعالجوا عن طريق الموسيقى، وفي واحدة فيهم بتبصله بإعجاب شديد جدا، وهو كمان بيكون مركز معاها، ولما بيمشي بتنادي عليه وبتعمل له الحركة الشهيرة بتاعته، وبنعرف انها من انصار الجوكر، وبيبان انه اعجب بيها، بس الضباط بيزقوه علشان يروح يقابل المحامية بتاعته، وبتقول له انه هيدخل دلوقتي علشان يعمل جلسة مع الدكتورة بيتي، ولو لقيته انه مؤهل نفسيا هتطلب انها توديه لمستشفى نفسية حقيقية ودكاترة حقيقيين بعيد عن الضباط والسجن، وبتفهمه ان الدكتورة وضحت انه عنده انفصام في الشخصية بسبب اللي اتعرض له وهو صغير، وان الجرايم دي الجوكر هو اللي عملها مش ارثر. ولما بيخش يقابل الدكتورة بتقوله انها هنا علشان تساعده، وبيطلب منها سجارة وبتوافق، وبتسأله عن حادثة القطر اللي عملها، وانه فاكر اي تفاصيل يقولها او دوافع خلته يعمل كده، بس بيتجاهل كل اسئلتها، وبيرد ان التفصيلة اللي بتجمع كل الجرايم دي ببعض هي الموسيقى. فبتطلب من المصحة النفسية انه ينضم للمرضى اللي بتتعالج نفسيا بالموسيقى، وفعلا بيروح وبيلاقي البنت اللي اعجب بيها موجودة، والدكتور بيقول للمرضى انهم يرحبوا بأرثر علشان منضم ليهم جديد، وبيفهموا انهم بيتعالجوا هنا بالموسيقى علشان تخرج منهم احساس الغضب والشر اللي جواهم. وبعد الجلسة بيلاقي البنت قاعدة لوحدها، فبيروح لها وبيسألها على اسمها، وبتقول له ان اسمها لي، فقال لها ان هو اسمه أرثر، فقالت له انها عارفاه وانها شافت اللقاء اللي موت فيه المذيع موري، وانها كانت زيه وبتتمنى انها تقتله هي كمان، وكمان انها شافت الفيلم بتاعه 20 مرة. وبيسألها الفيلم بتاعه حلو ولا لا، علشان هو ما شافش الفيلم اللي اتعمل عنه علشان عملوه وهو في السجن، وبتقول له انها مهتمة بكل تفاصيله علشان بتحب شخصية الجوكر جدا. وبيسألها هي هنا ليه، فقالت له ان ابوها وامها ما كانوش بيعاملوها كويس، وانهم كانوا بيضربوها وهي صغيرة، وساعتها قررت انها تخلص من كل ده وولعت في البيت. وبعد كده الضابط بياخده علشان يديله علاجه، وبنلاقيه وهو بيضربه وبيزقه وبيوديه المكان الاستراحة وبيتفرج على التلفزيون، وبيكون في واحد بيتكلم عن الجوكر وبيقول ان القضية ما فيهاش شك ان أرثر عمل كده علشان عنده انفصام شخصية ولا لا، وان المفروض يتحكم عليه بالاعدام فورا علشان قتل 5 اشخاص ابرياء، وان كمان انصار الجوكر اللي بيخربوا البلد ومعتبرينه بطل خارق هيهدوا شوية ويقللوا خراب لما يلاقوه انه اتعدم. بس أرثر مش بيهتم بالكلام ده وبيفضل يضحك ويرقص. وفي تاني يوم بنلاقيه هو والمرضى في الأوضة المخصصة للأفلام، وده برضه بيبقى علاج نفسي للمرضى، وليه بتكون قاعدة جنبه، وبيبقى واضح انهم هما الاتنين بدأوا يحبوا بعض، وبتقوله انها عايزة تخرج تتمشى معاه بره لوحدهم، بس أرثر قال لها ان الحراس مش هيسيبوه يخرج من الأوضة لوحده. فليه بتقوم وأكنها هتشرب سيجارة، وبتولع في علبة الكبريت كلها وبترمي عليها الورق، وبترجع تقعد تاني. وبعد شوية المكان كله بيولع وبيجروا كلهم من الأوضة، وبيحصل فوضى كبيرة في المكان، وأرثر وليه بيستغلوا الفوضى وبيجروا وبيكملوا على باب السجن علشان يهربوا، والصحفيين بيكونوا واقفين عند البوابة من بره وبيصوروا اللي بيحصل، بس الحراس بتيجي وبتمسكهم وبيحطوا أرثر في الحجز الانفرادي، وبيفضل يضحك بجنون. وبعد كده بيحلم ان هو وليه عمالين يرقصوا ومبسوطين، وبيبقى لابس لبس الجوكر، بس لما بيفوق من الحلم بيلاقي ان ليه دخلت له في الحبس الانفرادي، وبيستغرب هي ازاي دخلت له في الحبس. فقالت له انها اقنعت حد من الحراس انه يدخلها، وبتقول له انهم هيمشوها من المصحة علشان شافوا ان من ساعة ما عرفت أرثر حالتها اتأخرت اكتر، بس قالت له انها حاجة كويسة علشان بعد كده هتعرف تحضر المحاكمات بتاعته كل يوم، وانها تستناه لما يخرج هو كمان. وبتقول له انها عايزة تشوف وشه الحقيقي، فبترسم له وش الجوكر، وبتقول له انه بلاش ياخد الادوية اللي بياخدها علشان يفضل بافكار وتصرفات الجوكر زي ما هو. وبعد كده بيخش في علاقة، وبعد فترة بنلاقي أرثر علشان عنده لقاء هيتذاع على التلفزيون، والمحامية بتاعته بتقول له ان دي فرصة كويسة علشان يثبت للناس ان اللي قتل ال5 اشخاص دول مش هو، وانه الجوكر، وانه فعلا عنده انفصام في الشخصية زي ما الدكتورة وضحت في التشخيص بتاعها. وبيبدأ اللقاء والمذيع بيبدأ يوجه له الأسئلة والاتهامات، وأرثر بيقول ان اليوم ده ما كانش مركز بسبب الإضاءة العالية، وانه كان متضايق ومكتئب، وانه كان بيفكر في الانتحار، وان ما كانش هو اللي مسيطر على نفسه ساعتها، وان كمان ساعتها المذيع فضل يتنمر عليه ويستفزه. فساعتها المذيع بيقول له يعني بعد ما عملت الجريمة ما عايز تفهمنا ان ده مش انت، وان ده الشخص التاني اللي جواك اللي اسمه الجوكر، وكل ده علشان ما تاخدش اعدام، وكان لسه
ولسه هيتكلم ويرد عليه، بس كل شوية المذيع بيقطعه في الكلام. فالجوكر بيتعصب عليه وبيقول له انه عامل زي المذيع موري اللي قتله، وان ما عندوش اهتمام هو عمل كده ليه، بس عايز يعمل اثارة وخلاص، وانه بس بيركز على اخطائه والحاجات اللي عملها زمان، بس مش شايفين انه بقى دلوقتي عامل ازاي، وانه خلاص دلوقتي بيتعالج وانه بقى شخص كويس، والناس فعلا بتتعاطف معاه لما بتشوفه. وكمان بنشوف ليه وهي بره المصحة وبتكون شايفاه وحزينة عليه. وفي تاني يوم بتكون المحاكمة بتاعته واللي الناس بتبقى منتظراها بقالها كتير، والناس كلها بتبقى بتتابع الحكم على التلفزيون والشوارع، وبيطلق عليها محاكمة القرن بسبب أهميتها. والناس بتكون منقسمة لمجموعتين، ناس لابسة الماسك بتاع الجوكر وبتكون بتسنده، وناس تانية شايفة انه مجرم وكرهاه. وبيخش قاعة المحكمة وبيشوف الناس اللي في القاعة ومش بيلاقي ليه حبيبته. وبتبدأ المحاكمة، والدكتور التابع للنيابة بيقول ان ارثر ما عندوش انفصام في الشخصية، وان هو المسؤول الاساسي عن قتل ال5 اشخاص. وساعتها بتيجي ليه وارثر بيفرح جدا انها جت. وبيكمل الدكتور وبيقول ان ممكن يكون عنده مرض نفسي خفيف لكن ما عندوش انفصام في الشخصية. فساعتها المحامية بتقوم وبتدافع عن ارثر، وبتقول انه كان بيتعرض للعنف الاسري من وهو عنده 7 سنين، وان ده اكيد خلاه عنده جانب نفساني غير سوي، وان الجانب ده بيبان لو حد اتنمر عليه او اتعرض له بعنف، وساعتها هيظهر الجانب ده بانسان تاني واللي هو الجوكر. وفعلا ال5 اشخاص اللي قتلهم كان يا اما اتنمروا عليه يا اما اتعرضوا له بالعنف. والمحكمة بتأجل النطق بالحكم للجلسة اللي بعدها. وبعد الجلسة ليه بتهزق المحامية انها بتقول على ارثر انه مش الجوكر، وانها مطلعاه كواحد مريض مغفل، وانها المفروض تفهم انها بتترافع عن بطل خارق، وانها تحاول تطلعه من الجرايم دي وهو كبطل خارق مش كمجنون. وبتبقى بتقول لها كده علشان هي حابة شخصية الجوكر جدا. وبعد كده المحامية بتروح لارثر وبتقول له ان ليه بتبوظ كل حاجة قدام الناس، وبتبوظ الخطة اللي ماشية عليها علشان تطلعه من هنا. بس قال لها انه بيحبها وانها زيه وفهماه، بس بتفهمه انها مش زيه، وانها دكتور في الطب النفسي، وانها دخلت المصحة بكامل ارادتها وخرجت منها برضه بكامل ارادتها، وانه كان بالنسبة لها حالة بتدرسها. وساعتها بيتضايق ارثر جدا وبيغمض عينه وبيحلم انه بشخصية الجوكر، وان ليه بشخصية هيرلي كوين، وهم عمالين يغنوا ويرقصوا ومبسوطين. بس فجأة ليه بتطلع مسدس وبتموته، ومعنى كده ان ارثر بدأ يصدق كلام المحامية. وبعدها بفترة ليه بتروح لزيارة في السجن وبيسألها هي فعلا كدبت عليه، فقالت له ايوه لكن في حاجات معينة، وهي انها دكتورة في الطب النفسي وانها مش مريضة نفسية، وانها دخلت بكامل ارادتها للمصحة فعلا، بس عملت كده علشان يعجب بيها وتقرب منه، علشان حبت شخصية الجوكر جدا، علشان مفيش طريقة غير دي لو عايزة تقرب منه. وبتقوله انها حامل وبيفرح جدا، وبرضه بتقوله تاني انها عايزة تشوف الشخصية اللي بتحبها، وبترسم له الابتسامة على الازاز علشان تشوف وش الجوكر. وبنفهم انها مريضة نفسيا وانها صادقة فعلا في كلامه معاه ومعجبة بيه كشخصية الجوكر فعلا. وبعد كده بنروح للمحاكمة التانية لارثر، وبنلاقي ان المحكمة جابت جارته اللي كانت بتظهر معاه في الجزء الاول عشان تكون شاهدة في القضية، وبتقول ان ارثر قبل كده جالها وهو لابس لبس الجوكر لكن ما عملهاش حاجة، وانها كانت تعرف ام ارثر وانها كانت ست لطيفة وطيبة. وقالت لها قبل كده ان الجوكر دي قصة خيالية كانت والدته بتحكيها له، وهي قصة المهرج المجنون القاتل، وانها ما كانتش تعرف ان ارثر هيحبها وهيتقمصها في الحقيقة. ولما بيسألوها ارثر مريض ولا لا، فقالت انه مش مريض وانه لازم يتعاقب على الجرائم اللي عملها. وساعتها ارثر بيغمض عينيه وبيتخيل انه على المسرح بشخصية الجوكر، وانه بيرقص وبيغني مع هارلي كوين اللي هي ليه، وانه بيقوم يضرب القاضي لغاية الموت وبيخلص على كل الموجودين. وده اللي الجوكر بيبقى عايز يعمله في الحقيقة، بس ارثر بيتحكم في نفسه ومش بيعمل كده. وفي الاخر علشان يخلص من الافكار دي بيموت الجوكر بالمسدس وبيفوق من احلامه، وهو بيزعق بصوت عالي في المحكمة وبيطلب انه مش عايز المحامية تترافع عنه وان هو اللي هيترافع عن نفسه، وبيتصرف اكنه الجوكر. والقاضي بيدي تأجيل تاني للجلسة، وساعتها ليه بتروح له وبتقول له انها فرحانة جدا من قراره، وبتقويه وبتقول له ان هو الجوكر. وبيبقى جواه صراع نفسي كبير بين ارثر الشخص المريض والضعيف والجوكر الشخص القاسي والقوي، والصراع بيكون عبارة عن مين اللي هيكمل فيهم. ولما بيروح المصحة النفسية بيقعد يغني ويرقص بكلمات مثيرة للغضب، وبيخلي كل الموجود يعملوا فوضى وشغب وهو واقف كزعيم ليهم وأكنه بيقول ان الجوكر رجع تاني. وبنيجي للجلسة الجديدة وبيبقى لابس لبس الجوكر، والمحكمة سمحت له بكده بما انه هو المحامي نفسه في نفس الوقت. وبيجي الشاهد الاخير في القضية وهو مستر بادل القزم اللي كان شغال معاه في الجزء الاول من الفيلم واللي قتل واحد قدامه، وبيقسم انه هيقول الحقيقة، وبيقول ان الجوكر
الجوكر قتل راندل، فقال له علشان كان شخص متنمر، بس برضه بيفهمه انه ما كانش وحش لدرجة انه يستاهل الموت، وبيناديله باسم ارثر وبيقوله ان هو مش الجوكر وبلاش الجوكر يتحكم فيه علشان هو عارفه كارثر وانه عارف انه شخص طيب، بس بيزعق في كل المحكمة وبيقول ان هو مش ارثر علشان مفيش حد عارفه ومحدش بيديله اهتمام وهو كده، وان كلهم عارفين الجوكر علشان هو ده اللي الناس عايزينه، وانه مش هيسمح لاي حد انه يتنمر عليه تاني علشان هو شخص حر. وكل انصار الجوكر ساعتها بيسقفوله، بس ساعتها مستر بادل بيعيط وبيقوله ان الغريب في الموضوع ان هو الوحيد اللي متنمرش عليه، وان هو الوحيد برضه اللي كان لطيف معاه، وكان لسه هيعيط ويضعف ويرجع لارثر تاني، بس الجوكر بيتحكم عليه من تاني وبيقول للقاضي ان جلسته انتهت. وبعد ما الجلسة بتخلص بنلاقي ان المسيطر الكامل فعلا دلوقتي هو الجوكر. وبعد كده بنيجي لليوم اللي بعده وبنلاقي ليه وهي بتجهز نفسها للجلسة وبتعمل ميك اب لشكل هارلي كوين، وبنوصل لاخر جلسة لقضية الجوكر، والقاضي بيسأله عندك اي كلمة تقولها قبل النطق بالحكم، فبيقوم وبيقول قدام كل الناس اللي في التلفزيون ان مفيش حاجة اسمها الجوكر، وان ارثر هو اللي قتل 6 اشخاص مش 5، علشان اللي محدش عارفه ان هو كمان اللي قتل امه علشان كانت بتعامله وحش جدا، وانه ما كانش عايز يعمل كده بس للاسف هو عمل، وبيعيط علشان ندمان على اللي عمله. وساعتها هارلي كوين وكل انصار الجوكر بيحسوا بالغزلان من ناحيته وبيسيبوه وبيمشوا علشان كانوا مؤيدين الجوكر وافكار الجوكر على التمرد والشر. وبنيجي لوقت النطق بالحكم والناس والصحافة بيبقوا مستنيين قدام المحكمة، وساعتها بيكون الحكم بالاعدام، وساعتها بيفضل يضحك ضحك هستيري بسبب مرضه النفسي، ففي حد من الحضور بيبقى فاكره بيستهزأ بالمحكمة فبيقوم وبيضربه وبيحصل فوضى، وفجأة بنلاقي المحكمة كلها بتتفجر وبتعم الفوضى في المكان كله، وبيجي واحد من وسط الدخان وبيبقى من انصار الجوكر وعامل نفس الوش بتاعه ولابس لبسه، وبياخده وبيهرب وبيركبه العربية علشان يخبيه من الشرطة، بس بيهرب منه هو كمان وبيفضل يجري في الشارع وبيروح للحي القديم بتاعه، والمكياج بتاع الجوكر بيبقى باهت في وشه وأكنه مش عارف هو مين دلوقتي الجوكر ولا أرثر. وبيلاقي ليه وهي واقفة فوق على السلم وبيطلع لها وهو فرحان وقال لها ان في ناس فجرت المحكمة وهو هرب وبقى حر خلاص، وانهم ممكن يهربوا دلوقتي ويبدأوا حياة جديدة مع بعض، بس بترد عليه كهارلي كوين وبتقوله انه استسلم واعلن هزيمة الجوكر في المحكمة وانها قصة خيالية ومش حقيقية، وبيحاول يتمسك بيها علشان ابنهم اللي في بطنها، بس مش بترد عليه وبتسيبه وبتمشي، وبيبقى واقف حزين تاني في الحي بتاعه. وساعتها بتيجي الشرطة وبتقبض عليه من تاني، وبنشوفه تاني وهو قاعد في المصحة، وبنلاقي واحد من اكبر انصار الجوكر في المصحة وهو بيقوله ان ارثر قتل اكبر زعيم ليهم وهو الجوكر، وعلشان كده بيقتل ارثر. وبكده يكون خلصت اكبر قصة صراع نفسي حصلت وهي ما بين ارثر والجوكر. وبس كده يكون فيلمنا خلص. فياريت لو الفيلم عجبك تعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو اشتراك يعني، وان شاء الله برضه هنعمل الجزء الاول وهنجمع الجزئين في فيديو واحد علشان برضه نعمل الجزء التاني ده بجودة كويس، بس ده طبعا على حسب التفاعل في الفيديو. وياريت برضه تعمل كومنت وتقولنا ايه رايك في الفيلم او في الفيديو عامة. وبس كده نشوفكم في فيلم جديد ويلا سلام.